ليه لما بييجوا يتكلموا على ملك امبراطور سلطان ايا كان يقول لك كيف كان حكمه وازاي كان رجل عادل او غير عادل، شاطر غير شاطر، مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن لما يجوا يتكلموا عن ست حكمت يقول لك كانت جميله ولا لا. يعني ليه بيحكم دايما على السيدات على جمالهم الخارجي وانما الراجل بيحكم على ادائه؟ وما نيل المطالب التمني لكن تؤخذ الدنيا غلابا. الله عليك يا عم احمد شوقي. نعم يا امير الشعراء. قديم. يعني لو هتحلم من غير ما تاخد اكشن يبقى انسى حلمك، لازم تاخد اكشن. ودي قصه بطلتنا النهارده كليوباترا. لم تعرف الاستسلام، فضلت ورا حلمها لغايه ما جابت داخ كل الناس الارض وهي نفسها ماتت يعني. بس هي كانت جامده جدا، هنحكي ليه كانت جامده جدا. برغم ان في اراء بتقول ان كليوباترا استخدمت الجنس للسيطره على الاوضاع السياسيه وان هي توطد نفسها على كرسي الحكم يعني او على العرش، ولكن في وجهه نظر اخرى هنوضحها لكم النهارده في قول يا راوي. انا شادي المسعودي وانا كريم الراوي في قول يا راوي. اهلا بك يا كريم. اهلا بيك يا شادي بيه. ممكن تحكي لنا بقى كده بدايه سريعه عن كليوباترا؟ كليوباترا ملكة مصر المتوجة واخر فرعون حكم مصر. شايف الصدفه حلوه قوي ان اخر فرعون يحكم مصر تبقى امراه يعني. وفي حاجه كمان هي كليوباترا مش كيلوباترا. بس طبعا هي كليوباترا ده الاسم اليوناني، كليوباترا الاسم المصري، كليوباترا ده اسم السجاير. حاجه ثانيه خالص مالناش علاقه بيه. هي طبعا ايه اشهر نوع سجاير مصري محلي، بوكس. بوكس للاخوه اللي من خارج مصر يعني عشان يعرفوا المعلومه دي. فهي طبعا زي ما قلنا هي اخر واحده من سلاله اسره البطالمه تحكم مصر، والبطالمه تم التعامل معاهم كانهم فراعنه حكام لمصر، كانهم امتداد للاسر المصريه القديمه. يعني عشان ندي كده خلفيه تاريخيه بسيطه، مين هم البطالمه اصلا؟ البطالمه هم احفاد بطليموس الاول، احيانا بيتقال عليهم البطالسه بس انا ما بحبش البطالسه، ده تاريخ مشوار اسم عربي قوي فنخليها في البطالمه. هم بطليموس الاول مؤسس السلاله والاسره البطلميه اللي حكمت من بعده تقريبا 300 سنه. اول واحد في الاسره واخر واحده في الاسره هي كليوباترا. هو كان احد قوات الجيش المقدوني اللي خرج مع نابليون، اللي خرج مع الاسكندر الاكبر. قادة بيدخلوا في بعض معلش. اللي خرجوا مع الاسكندر الاكبر وشاركوا في معظم فتوحاته. وبعد موت الاسكندر الاكبر لانه هو مات من غير ما يكون ليه وريث، تم تقسيم امبراطوريته بين قادة الجيش الكبار، وكان نصيب مصر من بطليموس وسلالته وصولا الى كليوباترا اللي هي بقى ايه موضوع حلقتنا النهارده. بس بقى هي ده كده ايه تعريف سريع عن الخلفيه التاريخيه لكليوباترا. ده جميل قوي. بس كليوباترا كنت انت بتحكي لي ان ابو كليوباترا اصلا المفروض ما كانش يمسك الحكم، اللي هو بطليموس ال 12. بطليموس ال 12 هي كليوباترا السبعه وابوها بطليموس ال 12. احنا لما هو في ما دام هي كليوباترا السبعه ففي 6 كليوباترا قبلها. بس طبعا لما بنقول كليوباترا احنا بنقصد كليوباترا السبعه اللي هي بطله حلقتنا النهارده. في كليوباترا الاولى والثانيه والخامسه بس ما كانش ليهم تاثير في التاريخ او لسه احنا ما نعرفش اذا كان ليهم تاثير في التاريخ. لا يعني تقريبا ما فيش حد ليهم تاثير في التاريخ زيها، غير في واحده قديمه جدا ليها كانت اسمها كليوباترا، هي قلدتها في حته ايزيس اللي احنا هنجي لها ده. لكن نيجي لابوها بطليموس الثاني عشر، بطليموس ال 12 ده كان المفروض هو ما يحكمش، مش هو يعني في التسلسل الطبيعي في ميراث عرش مصر من البطالمه، لان هو كان يقال ان هو ابن غير شرعي اصلا من الاسره يعني. وكان اللي قبليه على طول بطليموس التاسع. بطليموس التاسع يعني في فترته كانت فوضى رهيبه جدا، وهنشوف يعني اسره البطالمه كانوا مشهورين بالقتل والفتك ببعضهم قبل غريب. ده من قبل التاسع كمان. هم بيحبوا يقتلوا بعض. ففي عهد التاسع حصلت بقى المفاجاه الكبيره ان هم من كتر ما قتلوا بعض الاخ يقتل اخوه ويقتل ابن عمه ويقتل ابن اخوه ويقتل ابن اخته، في تنافس على العرش. وصلوا في مرحله ان ما يبقاش فيه وريث شرعي للعرش، فاستعانوا ببطليموس ال 12 اللي هو كان ابن غير شرعي، ومسك الحكم بمساعده قائد روماني هنيجي على ذكره بعد كده يعني، هو اللي يعني ايه نصبه ملك على مصر.
وكليوباترا كانت مصاحبه لابوها والي روماني يعني من دوله تانية. قائد في الجيش الروماني هو اللي حط بطليموس الثاني عشر على عرش مصر. والقائد ده هنيجي في لسيرته النهارده، يعني ايه بعيدا عن بطليموس الثاني عشر ابو كليوباترا هيبقى ليه دور مع بطليموس ال 13 اللي هو اخو كليوباترا. فكليوباترا نشأت في الاجواء ديت، اجواء فيها توتر، عدم استقرار في الحكم. سافرت مع ابوها وهي طفله لروما كذا مره، لان هو زي ما قلنا كان في حروب اهليه مستمره، حروب اهليه بسبب الخناقه اللي في الاسره البطلميه نفسها، وكل واحد منهم عنده الجيش الخاص بيه، فبالتالي الموضوع بيقلب الحرب داخليه يعني. بس بطليموس ال 12 كان يعني موالي للحكم الروماني، يعني كانوا اصدقاء يعني. كانت مصر ساعتها، خلينا برضو عشان الناس تفهم، كانت الامبراطوريه الرومانيه ساعتها مش الامبراطوريه الرومانيه اللي احنا عارفينها في التاريخ، كانتش لسه سيطرت او فرضت سيطرتها على الرقعه الرهيبه اللي بعد كده تسيطر عليها. فكانت مثلا عندنا مصر كانت لسه مستقله، ليبيا كانت مستقره، معظم شمال افريقيا كان مستقل. كل ده بعد كده هيقع تحت الاستعمار الروماني. بطليموس الثاني عشر واضح كده من سيرته ان هو كان شخص يعني نقول ايه هلاس مثلا. الثاني عشر ابو كليوباترا. هو اصلا كان هو نشأ ان هو امير لكن ابن غير شرعي، فهو ملوش اي مستقبل سياسي وبالتالي ملوش اي طموح سياسي، فبيتبسط بفلوس بابا، قاعد بيتبسط مقضيها عربده، خمر ومجون ونساء، طول الوقت مسافر الى بلاد الشام، الساحل السوري، مقضيها هناك، الطبيعه والفواكه والخمره، يعني ايه والوجه الحسن. وكان بيسموه عازف الناي، كان بيحب الموسيقى جدا وكان على طول بيعزف بالناي لغايه ما حصلت الحروب الداخليه في مصر وقرر ان هو يستعينوا بيه. وزي ما قلنا يعني ايه كان ليه علاقات وصداقات مع الرومان، فالرومان ساعدوه ان هو يبقى ملك مصر. دي الحته اللي استندوا عليها الافروسنتريك في ان هم يقولوا ان كليوباترا سوداء البشره، يعني ان هو قالوا ان هو كان هلاس وبتاعه كويس تكون ام كليوباترا جاريه نوبيه. هو موضوع ام كليوباترا ده موضوع شائك كمان، لان احنا مش عارفين مين ام كليوباترا بالظبط، او يعني مش عارفين اصولها. عندنا كذا روايه، في روايه بتقول ان هي كاهنه سكندريه بدات ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بافريقيا، او يعني شمال افريقيا على الاقل، احنا في شمال افريقيا. في روايه تانية بتقول ان هي امها نص سوري نص يوناني، استنادا على ان ابوها كان مستقر في سوريا معظم الوقت. في روايات تانية بتقول ان ربما جده من جداتها كان فيها عرق نوبي، ودي روايه يعني كده ايه طايره حيره كده، ايه مش هنقدر نمسكها ونأسس عليها، مفيش اي مستند ده. يعني ما نقدرش نأسس عليها اي شيء. يعني حاجه زي كده بالاهميه ديت لازم نبقى عارفين ان امها المباشره كانت مثلا افريقيه بكذا كذا كذا، كانت عندنا معلومه كده طايره. فموضوع الافروسنتريك ده بيعتمد على ايه؟ على الهلس، على الهس. على الهس بجزء كبير، زائد ان هم انا بشوف ان هو موضوع رد فعل على العنصريه بتاعتهم في امريكا، فبيحاولوا ان هم يلاقوا نفسهم ماضي وهم في افريقيا، فين الحضاره بتاعت افريقيا مصر، فيلا ناخدها. يعني هم بيردوا على البيض، من خناقتهم مش معانا احنا، بس احنا اتورطنا كده في النص. كل الناس عايزه تاخد تاريخ مصر ما عدا المصريين. يعني في خناقه كبيره، احنا محتاجين يعني هم اي حد عايز ياخد تاريخ مصر ويبعدوا عن المصريين نفسهم. طب ما احنا مش احنا اللي قاعدين هنا؟ لا مش انتوا اللي قاعدين، بتاعتنا احنا. ده قال لك لدرجه الفضائيين والجن والعفاريت، بس كله اللي واليهود والافارقه ومش اي حد. وفي شعوب حوالينا حتى بتقول يعني بلاش بقى نجيب عربيه شقيقه حتى بتيجي تقول لا احنا اللي بدأنا الاهرامات، فشكرا خليهم ينزلوا مع بعض تصفيات واللي يكسب يقدمنا في الاخر. يعني هي بتاعتنا برضه، يعني عندنا الحيازه نتكلم قانون يعني. المهم بعد كده فهي صاحبت ابوها في رحلاته السياسيه من اجل ترسيخ عرشه في مصر. وفي الرحلات دي كانت يعني ادركت بشكل واعي للغايه اهميه روما، ادركت ان روما العاصمه الامبراطوريه في شمال المتوسط مش مجرد دوله عاديه زي دولتنا في اسكندريه، دوله حديثه، دوله قايمه على الجيش هو المكون الرئيسي فيها، القيادات بتاعتهم كلهم جنرالات بالاساس، دوله عسكريه ودوله تؤمن بالغزو العسكري والفتوحات. فهي منذ البدايه وكأن تبلور في ذهنها ان روما هي مش العدو لكن الحليف اللي لازم نكتسبه عشان ما نتكلش منه.
ان احنا لو ما بقيناش حلفائهم هنبقى اعدائهم. فبعد كده هنشوف بقى ايه القصه بتاع كليوباترا. يعني كبرت كليوباترا، ابوها بيتوفى بطليموس الثاني عشر وهي عندها 18 سنه، وبيترك عدد من الابناء، هي واخوها بطليموس ال 13 واخ تاني بطليموس ال 14 واختين، اخت اسمها ارسينوي واخت تانية يعني ايه هتموت بدري فايه بلاش نتكلم عنها. المهم بتمسك الحكم مشاركة ومناصفة مع اخوها بطليموس ال 13. هما الاثنين بيمسكوا مع بعض. ازاي بقى مستر شاي يمسكوا مع بعض؟ ازاي؟ مشهورة، هيتجوزوا اخ واخت هيعملوا ايه؟ هيتجوزوا. ودي كانت عاده موجوده زمان يعني من ايام المصريين القدماء. عندنا ايزيس واوزوريس عملنا عليهم حلقه بس يعني، دي عاده في العيله الحاكمه بس في علشان الحكمة اختلاط فعلا. الانساب بس عشان نقاء الدم الملكي. فاحنا بنشوف يعني هم بيتجوزوا بعد كده. هي اكبر منه تقريبا ب 10 سنين. هي طبعا واضح ان هي كانت البنت طموحه من بدايتها. هي مسكت الحكم عندها كام سنه؟ 18 سنه. اوكي. وهو عنده 10 سنين. هي خلينا نقول بقى يعني ايه ماشي، جوزته ازاي يعني؟ يعني عملوا المراسم بس لسه ما عملوش شريط الدخله، لا مؤاخذه يعني. اوكي لا مؤاخذه يعني، خلينا نقول كلام شادي يعني بس على الورق زوج وزوج. ما هم قعدوا كملوا مع بعض شويه يعني. ينفع يحجزوا ويعملوا حجز فندق؟ مفيش مشاكل قانونيا. معاهم قسيمه الجواز من المأذون وكل حاجه. اوكي. لكن بيعملوا ايه بقى في حياتهم بقى ما حدش عارف بقى. القصر بقى ايه، يجيب في سيره الناس بقى مقفول عليهم بس اتجوزوا. والمفروض نتيجه الزواج ده يبقى فيه ابناء، لان هم اصلا نتيجه تزاوج اخوه كتير. يعني هو جدهم متجوز جدهم وجدتهم اخوات اصلا. وممكن يبقى عندهم جد وجده، يبقى الجد عم الجده. كان عادي جدا واحد يتجوز ابن اخته بنت اخته او بنت اخوه. فيعني الموضوع كان ايه ده كان طبيعي يعني عندهم ساعتها. فما علينا يعني هي اتجوزت اخوها بطليموس ال 13 ده، وكانت تأمل ان هي اللي تحكم وتسيطر على الوضع، خاصة ان هي متعلمة، هي مثقفة جدا، بتتكلم اكتر من 8 لغات، بتتكلم مصري قديم مثلا. ودي حاجة احنا بنقولها ممكن حد يستغرب، هي حكيمة مصر ايه اللي فيها تتكلم مصري قديم؟ فيها ان هي اول واحدة من أسرة البطالمة تتكلم اللغة المصرية القديمة. وده يبين لنا برضو ان كان في فجوة ما بين أسرة البطالمة والمصريين. المصريين بيتكلموا بلغة والحكام بيتكلموا بلغة تانية. يعني الحكام بيتكلموا يوناني قديم برضه. الحكام بيتكلموا يوناني قديم والمصريين بيتكلموا المصري القديم. وبعد كده في الفترات دي طبعا قاعد يحصل تزاوج لغايه ما بتظهر يعني ايه اللغه القبطيه اللي هتكمل معانا بقى في العصور الرومانيه واللغه القبطيه المعروفه يعني. فالمهم يعني وكانت بقى ليها علاقه، ليها درايه بالطب وبالفلك وبالصيدله، وكانت مثقفه، امراه واسعه الاطلاع يعني عندنا مثلا المؤرخ بلتوراخ، ده مؤرخ عظيم يعني، كان بيقول ان هي لما قابلت وفود من البربر من شمال افريقيا، اسفين في شمال افريقيا بيتضايقوا من الكلمه دي لكن تاريخيا الكلمه دي هي المستخدمه يعني، اتكلمت معاهم بلغتهم في كتابه عن مارك انطونيو. وهي بقى سيطرت على الوضع. لكن طبعا اخوها هو الذكر، اخوها بدا يلتف حوله قاده الجيش بدا نفوذهم يزيد، بداوا يستقوا بيه. هياكلوها بقى، بنت صغيره فيعرفوا ياكلوها بالظبط. بدا يحصل نقول ايه انشقاق داخل الاسره البطلميه للمره المية من ايام اجدادهم لغايه هم. الانشقاق بينتهي ان اخوها بطليموس ال 13 بيكون كبر وبقى عنده في 13 سنه فعلا على اسمه، وبيقدر ان هو يكون اتباع اقوياء جدا. واضح ان هو علاقته باخته كانت متوتره للغايه يعني. وبيحصل صدام. نتيجه الصدام ده الاخت كليوباترا بتقرر ان هي تهرب من مصر وتروح على سوريا هروبا نفي اختياري. تعمل ايه في سوريا؟ تكون جيش بقى من البدو والمرتزقه وتيجي بيه عشان تسترد عرشها مره اخرى. بس كريم انت وانت بتحكي لي الحكايه دي يعني عشان برضو ابقى متخيل الموضوع، هي لما هربت ما بتطلعش تجري لوحدها يعني، بيبقى معاها شويه كده قافله او جيش او طبعا. لانها ملكه طبعا ومعاها ثروات ومعاها ذهب فلوس، مش رايحه تشحت يعني. مش هربانه بالليل يعني وكده، لا هي اكيد خرجت خروج مشرف يعني. مع السلامه. وهي كمان كانت ذكيه يعني. هي كانت من ضمن الحاجات اللي عملتها وده قلناها من شويه، ان هي زي جده ليها قبل كده، ان هي قالت انها تجسيد لايزيس، وان روح ايزيس الرب ايزيس
حلت فيا. فده طبعا كان بيديها مكانه اكتر عند المصريين. المصريين هنا بنتكلم على اهل الشارع، زائد ان هي بتتكلم بلغتهم، فكل ده مع الوقت بيديها كريدت اكتر، بيديها ان هي تقدر يعني تناور اكتر، ويبقوا المصريين كارت في ايديها برضو ضد اخوها بطليموس ال 13. فهي وصلت فعلا لسوريا وقدرت ان هي تجهز جيش من المرتزقه والبدو والسكان المحليين زي ما احنا قلنا، زي ما انت كنت بتقول بقى، اكيد خارجه مش لوحدها، معاها فلوس والذهب والفضه، خرجت ايه صرفت هناك ورادت الناس، وجت بجيش كبير على مصر. عملت ايه؟ حاربت بطليموس ال 13 اخوها، وانهزمت هزيمه قويه هزمت جدا. فاثناء الفتره ديت بقى ايه، خلينا ناخد بقى كده ايه، خلاص كده جيش كليوباترا منهزم في مصر في تل الفرمه. الفرمه اللي هي بورسعيد تقريبا حاليا، يعني اخذت على عينها في الفرمه. خلاص بقى خلينا نبعد بقى عن الفرمه وساحل الشرقي برضو، الجنوب الشرقي للمتوسط، ونطلع كده بكاميرا سريعه جدا الى روما. روما دلوقتي فيها خناقه كبيره. ما بين مين بقى الخناقه دلوقتي؟ ما بين القائد العظيم والإمبراطور الأكبر يوليوس قيصر، وأحد القادة المهمين جدا في تاريخ روما، وهو مين بقى؟ بومبيوس. بومبيوس ده واحد من أهم القادة الرومان، راجل جنرال كبير جدا، وإن هو يتخانق مع الإمبراطور ده يعني فيها كأنها حرب أهلية. هو من القوة والسيطرة بمكان يسمح ليه ان هو لما يحصل خلاف مع الامبراطور ده يهدد استقرار الامبراطورية. اوكي. بومبيوس ده بقى عمل ايه لما اتخانق مع يوليوس قيصر؟ استنى بس. بومبيوس ده اللي انت كنت بتحكي عليه في اول الحلقة صح؟ بالظبط. بومبيوس ده اللي حط بطليموس الثاني عشر على عرش مصر، واللي انهى الحرب الاهلية اللي كانت موجودة في مصر قبل بطليموس الثاني عشر، ابو كليوباترا. وحط ابو كليوباترا على الحكم. ولما كان ابو كليوباترا بيروح لروما سواء عشان يستنجد بيهم او يساعدوه في الجلوس على عرش مصر اللي هو المفروض مش من حقه الطبيعي، كان مين اللي بيساعده؟ بومبيوس. فبومبيوس ده بتربطه علاقة قوية جدا بأسرة البطالمة في مصر، وعامل هو السبب ان بطليموس الثاني عشر يبقى على عرش مصر ومن بعده اولاده. فزي ايه، طلب منهم المساعده، فبطليموس الثالث عشر قال له طبعا تعالى، وانت يعني اللي ساعدت ابويا ان هو يتولى حكم مصر، وتعالى واستقبلك كراجل مهم. خلينا نقول بقى في الفتره دي ان مصر كانت من يعني ايه الثراء والقوه، مش العسكريه، القوه الاقتصاديه بشكل لا يمكن تصوره. مصر في الفتره دي كانت غنيه بشكل مبهر، وهنشوف بعد كده كانت غنيه ازاي. كانت هي سلة القمح بتاع العالم، سلة غذاء العالم. روما كانت يعني لو مصر منعت عنهم الماسورة كده مش لاقوا ياكلوا، يعني كان أهم من البترول في عصرنا الحالي. يعني البترول هو بيحرك المكن، لكن القمح والغذاء هو اللي بيحرك البني آدم اللي بيعمل كل الحاجات دي. فبومبيوس جه مصر فعلا، وصل لبطليموس الثالث عشر وهو متخانق مع يوليوس قيصر في روما، لكن بطليموس الثالث عشر أول ما يوصل بومبيوس بيذبحه. يا ابن البطليموس. ليه؟ لان هو مش امبراطور روما دلوقتي، كارت محروق، هو قائد هربان معاه جيش صحيح، لكن مش بقوه وامدادات الامبراطوريه. هناك يوليوس قيصر قاعد على العرش خلفه الامبراطوريه كلها. ما عملش بقى حساب لابوه ولا العشره ولا العيش والملح ولا اي حاجه. لسه عمال تحكي لي على ميكافيلي والاخلاق والكلام ده. بس ميكافيلي ده جه متاخر، احنا لسه ماشيين على كلام افلاطون. مفروض كلام افلاطون، لكن بطليموس الثالث عشر ما كانش ليه امان. وقتل بومبيوس واستدعى يوليوس قيصر وقال له انا قتلت عدوك وتعالى مصر، يعني ايه اهديك راسه. وفعلا يوليوس قيصر جه مصر، وكان اسكندريه كانت منافسه لروما، مش منافسه عسكريه لكن منافسه. دوله قويه اخرى. دوله قويه يعني زي نقول واشنطن مثلا عاصمه امريكا، لكن مهما كان برلين ولا لندن برضو دول قويه، دول ليها مكانه. فكان الوضع اشبه بكده. بيجي فعلا يوليوس قيصر. برلين ولندن مدن في دول، علشان هتلاقي في الكومنتات بيقول لك هي لندن دوله. انا بتكلم كعاصمه، برلين عاصمه المانيا، لندن عاصمه انجلترا، واشنطن عاصمه امريكا، بس كده. زي اسكندريه وروما. عشان النبي في الكومنتات الناس يعني ايه، يعني تبسطوا معانا شويه، يعني بتحملوها احيانا في حاجات بسيطه. ف يوليوس فعلا جه مصر،
مستر يوليوس قيصر واخذ راس بومبيوس وفرح ان هو تخلص من عدوه ليه. لكن في نفس الوقت يعني ايه بعض المصادر بتقول ان هو كانت فرحته يعني ايه يشوبها بعض الندم والحزن والاشمئزاز من بطليموس الثالث عشر. ان مهما كان ده عدوي، لكن في يوم من الايام انا وهو كنا اخوه في السلاح وبنقاتل مع بعض وبنجاهد مع بعض. فان انا اشوف صديقي واللي انقلب عدوي مقتول، ده شيء يعني برضو يحز في نفسي. غير ان هو صاحب معروف كبير على ابوك، فتقتله كده يعني وانت عيل مش تبع بطليموس يعني هو في دماغه. لكن هو ماليش علاقه وقاعد. هو جه بقى مصر ليه؟ مستقر في اسكندريه ليه؟ قعد شويه قاعد في اسكندريه. ليه سايب روما وجاي قاعد في مصر؟ اشمعنى؟ بومبيوس مات خلاص. ان هو قلقان، كليوباترا جايبه جيش من البدو هي كمان وعلى الحدود وبتعمل مناورات بتاخد على عينها. لكن لا، ما ينفعش مصر يحصل فيها فوضى. هناكل منين؟ ما المصريين لو قاموا على بعض وساووا الزراعه وحرقوا المحاصيل وكده، استقرار مصر من استقرار روما. هنجوع في ايطاليا، مش هنعرف نعمل البيتزا الايطالي. طبعا دي مشكله. ولا سباكيتي ولا اي حاجه. فقاعد هو علشان يحل الوضع في مصر لغايه ما كان عنده كده اقتراح او حل ما لتهدئه الاوضاع في مصر. في نفس الوقت ده هو طبعا مستضاف في قصر الضيافه في الاسكندريه، وكليوباترا ممنوع تدخل الاسكندريه. كليوباترا بتستطيع التخفي والدخول الى الاسكندريه بشكل سري، وعايزه توصل ليوليوس قيصر ان بيرسون من غير جيش لوحدها. توصل له ازاي بقى؟ ازاي؟ تسيل العارفين. طبعا. في السجاده. في السجاده. يعني القصه بتقول ان في واحد اسمه هو قدامي اهو ابولو دروس الصقيلي. ده كان خادم صقلي من اللي هي من صقليه. هو مكتوب عند الصقيلي. نسال بيتر. هو اللي ساعدها لفها في سجاده او في كيس. بيقولوا بقى كيس غسيل، بيقولوا كيس سرير يعني ملايه تقريبا. لفها في حاجه كده وحطها. بس السجاده منطقي. انا عجباني روايه السجاده. يعني ليه بقى؟ لان السجاده بتبقى ناشفه فمش هيبان ان جواها حاجه، لكن لو كيس ما هيبان تفاصيل المخده. سجاده حلوه. تبقى ماشي بسجاده كده داخل بيها عادي. عادي. جايب السجاده دي فيها ايه؟ انا عندي في الاصل. انا جايب لكم. طب ده ممكن يكون كان بالاتفاق مع يوليوس قيصر؟ يعني كان في رسائل متبادله بين كليوباترا ويوليوس قبليها، ولا هي فاجئته كده دخلت له؟ اغلب الظن ان هي فاجئته اصلا. ما كانش في اي كلام. لان هو لما دخلت عليه بالشكل ده واحنا طبعا مش عارفين التفاصيل غريبه، قصه غريبه. هو كل حاجه في كليوباترا النهارده ان هي غريبه شويه. وده من التاريخ يعني. ده احنا بنتكلم المصادر الاكاديميه الموثوق منها، مصادر الرومانيه نفسها. هم الرومان طبعا كانوا مهتمين جدا بيها. ان هي فجاه لقاها في اوضته. الراجل كان نايم صحي لقى واحده في اوضته، واحده زي القمر، بنت حلوه صغنونه عندها 22 سنه 21 سنه، هو عنده 53 سنه. فرق يعني ايه كسر ال30. لقاها وانا كليوباترا ويرضيك واخويا وطردني وسابني وعرش وبابا وصاني. لو يقولوا كليوباترا دي كانت متعلمه مفوهه اللسان ومايصه وجميله وكل حاجه. وتعلمت الخطابه على ايد واحد من اهم فلاسفه الاسكندريه. والخطابه كان ساعتها يعني ايه مش مجرد انت خطب مفوهه، الخطابه كانت مرتبطه بالشعر، مرتبطه بالفلسفه، مرتبطه ان انت ازاي تسحر عقول وقلباب المستمعين. يعني اتعلمت الخطابه على ايد واحد من اهم فلاسفه اسكندريه في الوقت ده. وخلينا نقول ان اسكندريه ساعتها كانت مدينه العلم، يعني لا تقارن باي احد، ولا اثينا ولا انطاكيا رغم ان على اهميتها ولا اي حاجه. اسكندريه كانت مناره العلم. هنشوف يعني ايه تفاصيلها. فاعجب بيها جدا، شخصيتها، جمالها، برفان. هي كانت مزاج عندها البرفان. كانت دي عملت مصنع برفانات في تل العمارنة. فيعني دخلاله بقى ايه، وهي كانت شاطره جدا. هنشوف ان هي تظهر وتعرف كيف تظهر نفسها. دخلت على الراجل سحرته من الاخر. يعني ايه رايك في الراي اللي بيقول لك ان كليوباترا ما كانتش جميله ولكنها كانت مغريه او سكسي؟ يعني ممكن يعني احنا عندنا عملات لكليوباترا بنشوف ان هي على العمله لو دي صورتها الحقيقيه وهم قدروا يرسموها بشكل حقيقي نشوف ان هي امراه مش جميله. لكن نقدر نحكم من عمله؟ طب ما هو الاسكندر الاكبر على العمله برضه بيبقى شكله لا ما نقدرش. نص وشه ده ما نقدرش طبعا، لان يعني ممكن صناعه العمله نفسها كانت تبقى رديئه، ان هم ما كانوش متوصلين لكواليتي
متطوره، حتى في تماثيلها اللي سك موجوده العملات. اللي هم يعني موجوده برضو ما تقدرش، لان الروح بتطفي على يعني بتطفي طبعاً. على الشكل طبعاً. الجمال. طبعا. فانت ما تقدرش انه تقول كانت وحشه، بس هي ما كانتش قبيحه يعني. لا هي ما كانتش كانتش قبيحه، وكانت بقى في حاجه كمان بقى ايه، ده رايي الشخصي بقى اقول بقى، ان هي كانت شرقيه. شركيه الطباع ولا شرقيه الشكل؟ الطباع. شرقيه الطباع بمعنى ان الشرقيين حتى هذه اللحظه دايما في كده ايه اختلاف ما بينهم وبين الغربيين. ان احنا في الشرق هنا احنا ثقافه الرفاهيه واظهار الثراء بشكل فاحش. الغرب ما عندوش الحكايه دي طول عمره. شوف قصور الاسر المالكه القريب مثلا في بريطانيا، ولا لويس في فرنسا، ولا بقصور الملوك والسلاطين عندنا هنا في الشرق لا تقارن. بهرجه. البهرجه والسجاد والذهب والنجف والبرفانات، هي كانت عندها طباع شرقيه، فاللي يشوفها طبعا هينبهر بيها. هو راجل شرقي واخد المدام بتاعته بتلبس الزي الروماني البسيط ده وبس على كده. ديت بقى بتحط ميك اب وبتحط برفيوم وبتحط مش عارف ايه، وبتتكلم بتهزر وبتضحك وبتهزر وتتكلم معاه في الفلسفه، هتدوس معاك في الطب، هتدوس معاك، هتلاقيك اتعورت هتقول لك حط النبته الفلانيه واعمل مش عارف ايه فكامراه مبهره بصراحه. 21 سنه والراجل 53. بس هو برضه يوليوس قيصر كان وسيم، كان رجل وسيم، مش اي كلام يعني. انت اللي قلت لي انا مصدق. انا هبص صورته هتطلع حلوه دلوقتي. وسيم فعلا. اشوفها معاكم ان شاء الله. لكن هي بقى لما دخلت عليه يعني قدرت تقنعه ان هي لازم تتقاسم العرش مع اخوها مره اخرى و والظاهر الحوار مطولش وتحول الى اشياء تانية. اشياء تانية اللي هو ايه بقى؟ ان هو حصل بينهم علاقه جسديه. بقى في بقت هي شفت انت قلت جنسيه انا قلت جسديه. شفت الراجل ده مؤدب عنه. مؤدب. وحصل فعلا بينهم يعني علاقه. نتيجه العلاقه ديت ان هي تقربت ليه جدا جدا. واصبحت خلاص يعني هو قاعد في مصر نسي بقى موضوع القمح وانا جاي عشان استقرار مصر وكده. لا انا قاعد عشان كليوباترا حلوه، عشان كليوباترا عجباني. فالموضوع طبعا ضايق مين؟ اكيد الاخ الصغير الثاني بطليموس ال 13. يعني ده انت يعني عدوتي والمنافسه بتاعتي في الحكم، وبتاخدي دلوقتي كريدت وعماله تكسبي نقاط عند البوب الكبير. زائد ان انت مراتي وراحت تنامي معايا لا مؤاخذه، وزائد انت اختي لا مؤاخذه. الراجل يعني علاقات معقده بنت لذينه بس يعني. فمستر بطليموس الثالث عشر بيقرر ان هو يعمل ثوره كبيره جدا وينزل في شوارع اسكندريه ويصف كليوباترا اخته بالعاهره، واللي دنست شرف المصريين ودنست شرف ايزيس، ان هي بتقول انها تجسيد روح ايزيس. وفعلا اتباعه والجيش بتاعه والحرس استطاع ان هو يعملوا ثوره عارمه ويهجموا على القصر اللي فيه يوليوس قيصر وكليوباترا. لكن يوليوس قيصر والحاميه بتاعته اللي معاه الرومان اهل حرب 100%. ففي ثواني بسيطه قدروا ان هم يحموا قيصر ويحموا كليوباترا وياخدوا بطليموس الثالث عشر وارسينوي اخته اللي شاركته في الثوره ديت او التمرد ده رهائن. وبكده قدر ان هو يسيطر على الوضع، وفعلا ثبت الاخوين بالكلام بتاعه هم رهائن معاه ان هم الاثنين ملوك على مصر، وبعت من سوريا اقرب مكان ليه في تواجد للجيش الروماني ان هو يجي له امدادات، وفعلا وصلوا امدادات من الجيش الروماني. فقدر ان هو يسيطر على الوضع فعلا ويجي له الجيش من سوريا ويقلب الكفه صالحه. هي كده كانت في صالحه يعني، لكن هو يعلن ان هو فعلا صاحب اليد العليا في الموقف ده، ويحاصر مدينه اسكندريه ويحاصر قوات بتاعه بطليموس الثالث عشر. في الفتره دي طبعا حصل ارتباك كبير جدا. بطليموس الثالث عشر بيهرب من المعركه وبينزل بهدومه العسكريه بملابسه العسكريه للميه، بيحاول ان هو يعوم ويهرب، لكن بيقولوا ان هو كان دروع حاجات تقيله غير رأيته، وهو كان لسه صغير في السن يعني تلاقيه 14 15 سنه بالظبط. يعني تقريبا. وبياخدوا اخته ارسينوي اللي هي المفروض شريكه، وهنيجي ارسينوي ده يعني ليها قصه برضه، شريكه في التمرد، بياخدوها كرهينه وبيقرر اعدامها في روما. هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل يعني. في الوقت ده يعني ايه كانت اسكندريه اتدمرت بسبب الحرب دي.
يقال ان في الوقت ده او في الحرب الاهليه اللي حصلت دي، حصلت حريق مكتبه اسكندريه. ده حصل حقيقي ولا دي اشاعه؟ بص، هو اللي احنا نعرفه ان حصل حريق كبير جدا، تم حرق الاسطول بتاع بطليموس الثالث عشر، والنار وصلت للمدينه، والنار اصبحت في كل مكان. هو اللي حرقه بنفسه بارادته بطليموس؟ هو لا يوليوس. يوليوس قيصر هو اللي حرق اسطوله ولا اسطول بطليموس؟ بطليموس. والنار امتدت للمدينه كلها. اوكي. في الفتره ديت طبعا حته مكتبه اسكندريه ديت يعني ايه موضوع غريب، لان احنا مش عارفين على وجه الدقه مكتبه اسكندريه اتحرقت امتى وازاي. لكن اغلب الظن ورأيي انا الشخصي ان دي المعركه او الحادثه اللي ساعدت في او اللي حصل فيها حريق مكتبه اسكندريه. طبعا مكتبه اسكندريه كانت حاجه عملاقه جدا، بتضم اكتر من 700 الف كتاب مخطوط ملوش نسخ تانية في اماكن تانية، هو موجود في مكتبه اسكندريه بس. وبتضم جامعه بتدرس العلوم والفلك والطب والهندسه والصيدله والفلسفه والقانون والخطابه وحاجات كتير جدا. بعد كده هنلاحظ غالبا يكون هو ده السبب فعلا في حريق مكتبه اسكندريه، ان احنا هنلاحظ بعد كده غياب مكتبه اسكندريه من التاريخ بعد الحدث ده. في اراء تانية بتقول لغايه الدخول الاسلامي مصر تقريبا. في الدخول الاسلامي في مصر تقريبا ما كانش فيه حاجه اسمها مكتبه اسكندريه، رغم ان في روايه بتقول ان يور ميشن يس رغم ان في روايه بتقول ان مكتبه اسكندريه اتحرقت على ايد عمرو بن العاص، لكن ديت روايه ضعيفه جدا يعني وكتبت مؤخرا. وفي روايه كمان بتقول ان ان في عصر الاضطهاد الديني يعني المسيحي حصل شويه نوش كده برضه، والمكتبه اتحرقت في الفتره دي يعني. احنا مش عارفين على وجه الدقه والتحديد، لكن اغلب الظن ان ده سبب حريق مكتبه اسكندريه، لان هي بعد كده مش هيبقى ليها وجود. يعني احنا هنا بنتكلم تقريبا في حاجه 46 مثلا قبل الميلاد. احنا فين مكتبه اسكندريه؟ 50 بعد الميلاد، 100 بعد الميلاد، 200، محدش ذكرها تاني خلاص. يعني ايه، كانت حاجه وانتهت، فواضح فعلا ان هي انتهت في الفتره دي وخلاص كده. يوليوس قيصر بينتصر، وبطليموس الثالث عشر بيموت، وبياخدوا ارسينوي الاسيره، وكليوباترا تستطيع ان هي تتربع مره اخرى على العرش لمساعده يوليوس قيصر، وبيجيب معاها اخوها الاصغر بطليموس الرابع عشر شريك في الحكم، وكان عمره برضه 10 سنين. هو ده السن، اي حد في بيجيب 10 سنين بيبقى ملك. ولا غريب في الامر يا استاذ شادي يعني ان هي في الفتره دي كانت خلفت اصلا من يوليوس قيصر. خلفت طفل في المصادر العربيه بيسموه قيصريون، في المصادر اللاتيني بيسموه سيزيريان. وهي كانت صريحه قوي، وكانت بتقول ان هو ابن يوليوس قيصر، ابن غير شرعي كمان يعني. ابن غير شرعي طبعا، هو ما يقدرش يعترف بيه. ما يقدرش يعترف بيه طبعا، لان هو ديت مش زوجته. وهيورث الحكم، وهي متزوجه. هي اصلا هي اتجوزت اخوها ده، وكان عندها متجوزه اخ قبل كده، فيعني بس كان مشهور ان هو اخوها يعني ان هو ابنها وخلاص. بعد كده وبعد الانتصار ده وفرحه كليوباترا وخلاص كل حاجه بقى رجعت على كيفها، ورجعت حكمت مصر ومخلفه ابن من امبراطور روما، واخوها الصغير ده يعني لا حول لي ولا قوه. وكل الاوضاع بتقول ان كليوباترا هي دلوقتي الملكه المتوجه بلا منافس. يوليوس قيصر بيرجع روما، كليوباترا بتسافر مع روما، وهناك بقى بيحصل حاجتين مختلفتين. اولا ان هي ارسينوي الاخت الصغرى لكليوباترا بيتم عرضها في موكب رهيب جدا، ان ازاي يوليوس قيصر في واحده من انتصاراته العظيمه دمر الجيش المصري ودمر بطليموس الثالث عشر، وجاب اخته المتمرده كرهينه، وهنعدمها دلوقتي امام الجميع في روما. بيقال ان هو ما عدمهاش على طول يا كريم. ما هو ما عدمهاش على طول، ان هو كان بيستعرض بيها، كان بيمشيها في مواكب. وشوفوا الاميره المصريه الحلوه الصغيره ده ايه الذل اللي هتعدم. ايه الذل ده؟ ما هو ده بالظبط اللي حس بيه الرومان، الشعب العادي. واحنا طبعا كلنا شايفين افلام يعني عن الحقبه الرومانيه، وعارفين الناس بيبقوا في الشوارع وبتاع. فالجمهور الروماني استاء جدا من الفكره دي، شافوا قدامه بنته صغيره 17 سنه ولا حاجه،
مكبله بحديد ضعفها وحواليها حراس مدججين بالسلاح والسيوف. مفيش اي نوع من وبتاع. انواع الفخر يعني انك تبقى ماشي آه. ببنت صغيره زي كده. بالظبط، وده اللي حس بيه الرومان، وقعدوا يهتفوا لصالح ارسينوي ان هي تستحق العفو. ميرسي ميرسي مثلا، او حاجات زي اللي بتشوفها في الافلام ديت يعني. واضطر يوليوس قيصر بناء على الضغط الشعبي فعلا ان هو يطلع قرار بالعفو على ارسينوي، لكن ينفيها الى مدينه افسس اللي هي في تركيا حاليا يعني. وفي نفس الوقت مع كليوباترا، او كليوباترا بتجيله بعد الزياره ديت يعني، بتجيله بقى وهي بقى ايه بحركات كليوباترا بقى. بتيجي ليوليوس قيصر، بتيجي ليوليوس قيصر بتزوره في روما بقى بالحركات دي. عارف بقى الحركه بتاع كليوباترا، تشيك بقى وتحط بقى برفيوم بكده وتعمل حركات منتهى الشياكه والجمال بقى شديد. اه يعني شياكه وجمال لدرجه تخض. الرومان نفسهم ما كانوش مصدقين ايه العز الاوفر ده، ايه الفلوس الكتير دي، ايه الحفلات اللي شغاله 24 ساعه، حرير، ذهب، الماظ وجناحات زي كانها اله وبتاع وحركات ازيز طبعا طول الوقت، وهي بتنزل لازم تنزل من على السلم والموسيقى شغاله والعطور يعني ايه تبخر في الاماكن في كل مكان، مش عليها هي لوحدها. وهي اصلا كانت بيزنس وومن، كانت قلت عندها مصنع بتاع عطور اصلا. عندها مصنع بتاع عطور. فهي كده كده يعني الناس كانوا بيشوفوها بيتخضوا. وهي كانت بتعمل بقى حركه كمان يعني ايه يمكن زعلت الرومان، ان هي كانت بتظهر دايما ومعاها ايه قيصريون. قيصريون شايله سيزيريون ابن يوليوس قيصر على فكره. هي بتقول ده ابن يوليوس قيصر بتدبس الراجل يعني ايه لبسته تلبيسه. طبعا ده يعني نقدر نقول عليه ان هو اثار حفيظه ناس كتير في روما ضد يوليوس قيصر لكذا سبب. اولا ان انت جايب ابن غير شرعي من ملكه اجنبيه، بيننا وبينهم تحالف، لكن تحالف، فالتحالف ده خلي بالك مش بيكون غير مع الاعداء. يعني انا ليه هروح اتحالف مع فلان لو هو صديقي اوريدي او بلد شقيق؟ يعني زي مثلا ممكن يبقى في حلف مثلا مصري مع دوله عربيه، مش محتاجين الحلف، مثلا بيبقى دول مالهاش علاقه ببعض، فالعلاقه مش قويه للدرجات اللي احنا تتجوز من عندهم هناك يعني. وتخلف وتجيب عيل يعني ابن غير شرعي وتستقبلها والبهرجه والمصاريف والديون شغاله. فده اللي حصل. ورجعت بعد كده على اسكندريه. بيقولوا ان هي في نفس الفتره ديت اصلا حصل اغتيال يوليوس قيصر، اللي هو طبعا ايه شارك فيه كاسيوس وصديقه بروتوس. حتى انت يا بروتوس. ايوه حتى انت يا بروتوس. قتلوه لان هو في الفتره ديت اعلن ان هو ملك متوج صاحب يعني ايه ان هو يقدر يورث العرش لابنائه. وروما كانت جمهوريه، يمكن في بعض الناس ما عرفوش الحكايه ديت، بس اي حد يعني ايه عارف التاريخ عارف ان جمهوريه في مجلس السيناتورات، السيناتورز يعني هم اللي بيرشحوا واحد منهم، وغالبا بيبقى قائد من الجيش، ويعني بيبقى ليها ايه تركيب معين. وروما من الدول يعني لو قلنا مثلا ان الاغريق انتاجهم الاساسي الحضاري هو في الفلسفه، انتاج روما هو القانوني، هم عندهم قوانين يعني ايه شغاله كويس جدا يعني. فهو فجاه جه قال لهم لا انا امبراطور، ولا يعني ليه بتقولوا لي يوليوس قيصر؟ انا لازم يبقى اسمي بقى الامبراطور يوليوس قيصر، وان اسم قيصر اللي هو كان اسمه الشخصي يصبح مرادف لامبراطور. طبعا الناس ما عجبوش، قالوا انت كتير يعني ده فكر شرقي، ده انت رايح تجيب لنا افكار كليوباترا قاعد معاها كليوباترا قومتك علينا فتك تك تك خلصوا على الراجل وهي هربت على مصر. ولما جت مصر هنا بقى بنشوف بقى كليوباترا بشكل اخر، وهي المرأة الحاكمة. لما جت مصر حصل هناك بقى صراع بقى، وكاسيوس وبروتوس يعني دول يعتبروا الاقوياء، وفي بقى اللي زعلوا على موت يوليوس قيصر زي لابيدوس ومارك أنتوني أوكتافيوس طبعا ازاي ده اهم واحد نسيته. وبيحصل صراع، بترجع هي على مصر بقى وانتوا دبوا في بعض، انا هرجع لبلدي واشوف ايه اللي بيحصل. جات لقت في مصر منسوب مياه النيل بيقل، مصر على شفا مجاعه، هنعمل ايه؟ بتتصرف بحكمه وبذكاء شديد للغايه، بتفتح المخازن الملكيه للقمح، بتصرف منها بعقل للجمهور، وبتراقب التجاره وبتراقب الافران، بتراقب حركه سير القمح والغلال في مصر شكلها عامل ازاي، عشان تضمن ان الغلال والطعام يصل الى كل المصريين، وان الازمه دي لا تنقلب الى مجاعه وبالتالي ثوره شعبيه او تمرد او طب يعني كانت امراه حكيمه، بعيدا عن ان هي كل الاتهام اللي بيوجه لها ان هي استخدمت الجنس في الحكم،
هي كانت ست حاكمه، طبعا. يعني كانت امراه حكيمه وعارفه تمشي تدور بلد يعني. هي كانت ست ذكيه. اه ست ذكيه لدرجه اللي خلينا نقولها دلوقتي ان هي المهزومه. احنا كلنا عارفين ان هي انتحرت في الاخر، وان اعدائها هم اللي انتصروا. انا عندي بقى راي بس في الاخر هبقوله لك يعني. اوكي ايا كان، بس هي اللي هزمت حتى يعني. انا عارف رايك يعني، بس بلاش نحاول. بس هي هزمت في النهايه. لكن احنا ما بنعملش حلقه عن اوكتافيوس، نعمل حلقه عن كليوباترا. في هوليوود ما بيعملوش افلام عن اوكتافيوس، بيعملوا افلام عن كليوباترا. صح، هي الاسم هي اللي عاشت، اسمها هو اللي عاش. الابنودي كان في حته كده اغنيه بيقول هي البطوله انك تعيش اسمك ولا البطوله انك تعيش. مش عارف مين ده، معضله باين هو حلها الله يرحمه يعني. فهي بقى ادارت الازمه الاقتصاديه في مصر ببراعه. ظهر طبعا بعض الناس بتقول طاعون او فر او حاجه زي الحاجات اللي بتيجي زمان كده يعني، مرض يعني. مرض يعني، انتشر وباء يعني. لكن كل ده كانت هي قادرة تسيطر على الأوضاع. في نفس الوقت عندنا بقى على شمال المتوسط الصراع محتدم. بروتوس وكاسيوس بياخدوا على عينيهم أوكتافيوس ولابيدوس ومارك أنتوني بيحققوا نجاحات رهيبة. لكن كاسيوس وبروتوس بيطلبوا من كليوباترا القمح، الحصة السنوية بتاعت روما من القمح. مصر أصلا خربانة. في مصر قالت لهم مصر أصلا خربانة، فيفكوكوا مني دلوقتي، وهي عندها الحجة بتاعتها جاهزة يعني. مارك أنتوني بيبعت لها يقول لها نفس الكلام. التاريخ بيقول او هي بتقول ان هي لبت النداء وخرجت باسطول محمل بالهلال. ازاي رغم ان الوضع كده ما نعرفش، لكن بيقولوا كده يعني. لكن حصلت رياح بعد اسكندريه اجبرت السفن ديت على العوده مره اخرى الى مصر. لما ممكن تكون ما طلعتش ولا حاجه وقالت له والله والنبي يا اخويا وانا جاي لك في الطريق حصل كذا كذا كذا. تخيل لو ليه جواسيس مثلا حاجه طلعت مراكب فاضيه، الناس شايله شويلت فيها رمل مثلا ولا حاجه، ما طلعتش عنها حاجه. شغل ستات، شغل مش عايزين نزعلهم مننا. شغل ستات كويس. ستات حبايبنا قوي ازيكم. لكن لحسن الحظ او لسوء الحظ او للقدر يعني، طبعا كفه اوكتافيوس ولابيدوس ومارك أنتوني هي اللي بتنتصر وبيكتسحوا وبيفوزوا على كاسيوس وبروتوس وبيتم يعني اعدامهم. وبعد كده الثلاثه دول بيقسموا الامبراطوريه بينهم. اوكتافيوس هو اللي بياخد روما، ومارك أنتوني هو اللي يهمنا بياخد الشرق. اوكي. الشرق هنا بمعنى ان هو الشام باجزاء من تركيا. وخلاص مارك أنتوني بقى ايه، تربع على عرش في نفس لا كان في طرسوس ساعتها. فطرسوس بيبعت لكليوباترا بقى، لا تعالي بقى. تعالي انا طلبت قمح وانت ما ردتيش عليا، والسفن انتهت في البحر. ايه الحكايه؟ انا حاسس ان هو كان بيشقط والله، اللي هو تعال نشوف ورينا كليوباترا دي بقى. اكيد شافها يوليوس قيصر، اخدها فرجع على روما كلها. دي ست يعني. لو هي كانت ارتيكولت وكانت مفوهه اللسان فالشعب كله حبها. طبعا كانت بتطلع بتتكلم بكل اللغات. واحد ايطالي تطلع تكلمه ايطالي، واحد لاتيني يعني، واحد يوناني تكلمه يوناني، واحد مصري تكلمه مصري، واحد شامي تكلمه ارامي. فهم الناس كانوا مذهولين، ايه الست دي؟ مالك يا ست انت؟ ايه الحكايه؟ فمارك أنتوني قال لا تعالي لي بقى عشان ايه نحل المشكله دي. انا شايف حمدي يعني الوزير قدامي. ايه؟ حمدي الوزير وانت بتتكلم. حمدي الوزير لا انا بريء. حتى بيقال ان هي رفضت في الاول، قالت له انا هجي لك انا كليوباترا. بس يعني الرسول اللي كان جاي لها كان راجل لذيذ وجنتل يعني دبلوماسي، واقنعها انه ما فيهاش حاجه، وده راجل دلوقتي في السلطه وبتاع. تبري اخوكي. فقالت له طيب انا هجيبكم. وراحت لهم بقى ترسوس. في المشهد يعني اللي وصفوا المؤرخين الرومان، ويعني ووصفوا بعد كده شكسبير في روايته عن مسرحيته عن كليوباترا وأنطونيو، مشهد غريب غريب احنا لسه كنا بنتكلم عليه يعني. راحت بأسطول، المركب اللي هي فيها من ذهب، العمدان فيها والأجزاء اللي هي بتبقى خارجة من زي مراكب الشمس كده القديمة بتاعتنا من الذهب، والعمدان من الذهب، والجدافات من فضة، ونساء بأحسن الأزياء قاعدين على المركب بيعزفوا وبيغنوا، وشراع ضخم لونه بنفسجي مرسوم عليه إزيز بجناحاتها من ماء الذهب،
وهي متكئة على سرير في وسط كل المنظر ده، وحواليها مراكب بيرشوا عطور لدرجة إن أهالي طرسوس نفسهم بقوا شامين رائحة العطر من بعيد. ده والناس كلها بقت واقفة على الشاطئ بتشوف المنظر المهيب، مراكب من فضة وذهب بامرأة جالسة على سرير من الأبانوس والعاج، وعبيد بتغني ونساء مش عارف بترقص. حاجة أسطورية. ده إيه ده؟ ده مشهد اكتر من مسرحي، ده حاجة مشهد كبيره قوي. لما حبوا يعملوه في الفيلم بتاع كليوباترا. كليوباترا، شركة الإنتاج يعني قالت لهم لا مش هنهزر، ده إيه ده؟ إحنا مش مصر أيام زمان يعني. والله يا ريت حاجه زي كده يعد. طبعا غير ان هم يقولوا ان كليوباترا ذا بلاك وومن ولا بتاع، بس يعد انتاجهم عندنا دلوقتي CGI ويقدروا يعملوا الحاجات دي. يا ريت والله، يعني تاريخنا احنا اولى شركات الانتاج يعني. نزلت بقى على الشاطئ يا استاذ شادي، وبيتم يعني، هل بتفتكر بقى ان المشهد المهيب والبروباجندا دي بتخلص؟ لا، تستمر. تنزل على الشاطئ مباشرة، والشاطئ بتاع طرسوس يعني بيقول ان الحقول والاشجار والجناين وكده قريبة جدا من الشاطئ، فبتنزل على الشاطئ بيقولوا بتعلق سلاسل من ذهب على الاشجار، والإضاءة سلاسل من ذهب عشان تحمل بقى الشموع والإضاءة المختلفة، وعملت ولائم في أطباق من فضة وكؤوس من ذهب، وعزمت عليها كل حد وأي حد، وأي حد يجي الوليمة ياخد الطبق والكأس الذي أكل وشرب فيه وهو ماشي من الذهب والفضة. إيه جاب فلوس منين؟ من مصر، مننا. شكرا يا كليوباترا، كنا احنا أولى بالكلام ده. ايه الباص انت ما كان سبت لنا شويه؟ والله كتبي حاجه باسم كريم الراوي كده في اي خزنه في بنك مصر ولا حاجه، اي حاجه لاي حته. مارك أنتوني طبعا راح وكان حاضر الولائم ديت. طبعا الراجل اتسحر، نسي القضيه والقمح والحاجات دي كلها، وشايف ايه الهبل ده، ايه الفلوس دي كلها، ايه الذهب والفضه، انتوا ما بتخلصوش، والناس عندكم طيب جعانين؟ لا الناس عايشين كويس. طب في ايه؟ وكما العاده يعني هو جابها علشان يعاقبها او يوبخها او الموضوع تحول الى غرفه النوم. وبعد كده بقى ايه، عايشوا بقى ايه في ميه البطيخ. دولت بقى قصه حب، لاف ستوري. هو كان صغير في السن، هو كان صغير في السن عن يوليوس قيصر. وهي طبعا كانت كبرت كمان شويه، يعني ما بقتش الامراه العشرينيه ديت، نقدر نقول دلوقتي فات شويه، يعني دلوقتي سنه 41 قبل الميلاد، يعني ايه كبرت شويه، هي مواليد 69 قبل الميلاد، حسبوا انتوا يعني خلاص. يعني عندها 35 سنه تقريبا. 35 سنه خلاص، امراه ناضجه. ما اعرفش، بحسبوا انتوا. احسبوا انتوا او نكتبها او اي حاجه. ولاف ستوري بقى، هو انبهر بيها، جمال، ثقافه، زي ما احنا كنا بتتكلم بكل اللغات، بتتكلم مع ايطالي وهم قاعدين في سوريا، فالناس هناك بتتكلم ارامي، حد يدخل بيتكلم ارامي ترد عليه بالارامي، بيتكلم معاونينها والخدم بالمصري او باليوناني القديم، بيتكلم اخوها باللاتيني. قبائل هنا بقى بعد شويه، بس مع مارك أنتوني يعني قبائل من شمال افريقيا هتيجي تقابلها هترد عليهم بنفس لغتهم، يعني زي ما بلوتارك بيقول بالبربري. فايه الامراه ديت، وجميله ومثقفه ولذيذه ودمها خفيف وحكيمه وشخصيه وبتاع كل حاجه. فالراجل وقع بقى لشوشته، وبدل ما يعاقبها زي ما قلنا بقت لاف ستوري، واللاف ستوري بتتحول من طرسوس الى عاصمه الدنيا ومدينه الرب، زي ما بيقولوا عليها اهلنا في اسكندريه لغايه دلوقتي. هم اسكندريه بيسموها مدينه الرب، انا مش اسكندراني بس هم بيسموها كده. اللاف ستوري تحولت بقى الجزء الثاني بتاعها في اسكندريه عاصمه كليوباترا. هو طبعا بالنسبه له حتى لما يجي اسكندريه طرسوس يعني مدينه تافهه جدا بالنسبه لاسكندريه وعظمه اسكندريه. وبيكملوا بقى قصه الحب. المهم بيخلف منها 3 عيال توأم يعني، وعيل لوحده، واحده منهم بيسميها كليوباترا. وبيجوا بقى في اسكندريه بيعيشوا في تبات ونبات، وبيعلن ان ابنائه من كليوباترا هم الملوك من بعده، وعلى امبراطوريه الشرق اللي هي بتضم بقى دلوقتي اتحاد حصل ما بين نصيبه من اجزاء في تركيا بالشام بمصر بليبيا. يعني نقدر نقول جزء من تركيا كده البحر المتوسط بالشام كلها بمصر بليبيا تحت، يعني دول يعني اولاده من كليوباترا هم اللي يحكموها في المستقبل.
في نفس الفتره ديت طبعا العلاقات بينه وبين اوكتافيوس بتتنيل ب60 نيله. ليه بقى؟ لان اولا انت ايه اللي بتهببه ده؟ هو يعني ده مش يعني لا مؤاخذه زي ما كان محمد هنيدي بيقولها يعني اراك توزع من مال امك. انت مش من مال امك ده يا استاذ انتوني، دي امبراطوريتنا. دي امبراطوريه وجمهوريه. فازاي تعمل كده؟ زائد بقى المفاجاه بقى، مارك انتوني ده متجوز اخت اوكتافيوس، لا اوكتافيا. لا اوكتافيا، ومخلف منها. فانت بتعمل ايه يعني؟ ايه الهبل اللي يعني بيحصل حتى ده؟ لو عايز تورث العرش يبقى اولى لينا لشعبنا. اولى لشعبنا. ودي هي نفس المرأة اللي كانت ماشية مع يوليوس قيصر وبشكل أو بآخر اتقتل بسببها. وإن أوكتافيوس ده حاجة مهمة، سعى إلى قتل سيزيريان بعد كده اللي هو ابنها من يوليوس قيصر يعني. فدي امرأة أصلا إحنا مقلقين منها، وكانت الناس زعلانة وغضبانة. فيعني الأوضاع بتتأزم ما بين بقى مارك أنتوني وأوكتافيوس بشكل يصل إلى الحرب. وانا بتحصل يعني ايه طبعا اهم معركه في تاريخ الفتره ديت يعني في العصور اللي هي ايه اثناء الميلاد يعني، قبله بحاجه بسيطه وبعده بحاجه بسيطه. نقدر نقول ديت واحده من اهم المعارك بلا منافس يعني، هي معركه اكتيوم البحري. اوكتافيوس بقى بيجي بالاسطول بتاعه بالجيش بتاعه من روما الى الاسكندريه ليعلن الحرب على مصر وعلى مارك انتوني وعلى الشله دي كلها وكليوباترا وكل الليله ديت. انتوا كده يعني ايه تعديتوا كل الخطوط وعيالها اي حد يتشدد له. اي حد هيتشدد له فعلا يعني. وبيجي فعلا وبيحقق. المفروض هو عمل غلطه عسكريه مارك انتوني، اللي هو كان المفروض يقابله على الارض في مكان يابس، لكن هو اختار ان هو يطلع له باسطول، وكانت الجنود غير مدربه بما فيه الكفايه، والاسطول يعني هو جنود ارض معاه وهي معاها اسطول، فركب ده على ده وطلعوا ده عشان الاسكندرانيه حرب اوكتافيوس. وحصلت هزيمه قويه جدا للجيش مارك انتوني وكليوباترا. وفي اثناء الهزيمه لسه الهزيمه كنا ممكن معركه يعني معركه حصل فيها هزيمه، ممكن المعارك الاخرى نحرز انتصار، لكن كليوباترا راحت اخذت البنانا بوت بتاعها وفلقت، سابت الحرب وطلعت تجري. خافت. وهي ده مش عارف ايه اللي مطلعها يعني، بس هي طلعت معاهم يعني. ما بتحب بقى مارك انتوني، مش هتسيبه لوحده. ومارك انتوني عرف ايه ده فين كليوباترا سابت الحرب وجريت كده، راح هو كان طلع يجري وساب الحرب. طبعا دي كانت كارثه بكل المعاني. اولا معنويات الجيش طبعا، احنا القاده بتوعنا هربوا وسابونا للهزيمه نواجهها لوحدنا، واحنا اصلا الجيش بتاع مارك انتوني هو ايه يا شادي؟ هو روماني وبيحارب الامبراطوريه الرومانيه. فهم يعني داخل نفسيه الجنود احنا بنخون دولتنا علشانك، عشان ولائنا للقائد بتاعنا. فالقائد بتاعنا بيتخلى عننا. هم ما عرفوش اصلا ان هو في اللالا لاند بيجري ورا حبيبته. هم عارفين، هم شايفين، بس هو بالنسبه لهم الراجل ده احنا بنحارب معاه. انت عارف الجنود كانوا زمان بيبقى مع القائد بتاعهم بيحارب بال10 و12 سنه، فاحنا بالعشره وشوفنا عشنا الحلوه والمره مع بعض وبتاع، فمش هنتخلى عنك حتى لو كان القائد الشرعي والامبراطور للبلاد، لكن هو نتخلى عنه. فيعني بيستسلم الجيش وبينضم لاوكتافيوس. ومارك انتوني بيروح بقى على اسكندريه ورا كليوباترا بتطلع تستخبى في مكان عالي، بتستخبى، بتخاف من الاسر و بتخاف يحصل فيها زي ما حصل في ارسيناي اختها. احنا ما قلناش ايه اللي حصل لارسيناي اختها صح؟ يوليوس قيصر قتلها في افسس. مارك انتوني هو اللي قتلها. نتكلم عن الحته دي وبعد كده نرجع. دلوقتي كليوباترا استخبت فوق والرومان داخلين، ومارك انتوني بيحاول ان هو يلاقي مكان يهرب فيه. ونتكلم دلوقتي على اختها قبل كام سنه اللي هي ارسيناي اللي هي اتنفت لافسس. مارك انتوني لما مسك الحكم وبعد كده بقت العلاقات قويه بينه وبين كليوباترا طلبت منه اعدامها، اعدام اختها، وهي كانت خلاص يعني سجينه رهينه، لكن فعلا تم قتلها. وهو حتى قتلها داخل معبد ارتيماس او ارتيمس، مش عارف النطق الصحيح بتاعه بيكون ازاي يعني، داخل المدينه نفسها في افسس. وبيلاقوا القبر بتاعها قريب في العشرينات، وبيبقى قبر مجهول، لكن يعني جهود بحثيه كتير لغايه ما بيوصلوا ان ده فعلا قبر ارسيناي اخت كليوباترا. خلاص فارسيناي ديت ماتت. كليوباترا دلوقتي بقى بعد الهزيمه مستخبيه في مكان عالي نقول فنار داخل المدينه او كده، ومارك انتوني
داخل المدينة هو كمان بيدور هربان. عليه. بيوصل لمارك أنتوني يعني إيه رسالة فيك مم. إن كليوباترا انتحرت. رسالة الفيك ديت يعني إيه بتدعم وجهة نظرك على فكرة أنت هتقولها. مم. فهو لما بيعرف إن كليوباترا انتحرت بينتحر هو كمان، بيجيب السيف بتاعه وبيقع عليه. وبيقع عليه. دي على فكره كان نيجوشيشن كبير قوي بيني انا وكريم وبيتر سليمان اللي هو بيكتب معانا الحلقات، اللي هو ازاي مارك انتوني انتحر بالسيف بتاعه. يعني هل ثبت السيف مثلا في فتحه في الارض وقام نام عليه، ولا مسك السيف وقام وقع عليه كده، عارف زي ما انت مثلا تقف وتنزل واحده ضغط على طول على الارض، ولا خلى حد مثلا هو اللي يقتله؟ هو على فكره كان طالب فعلا من حد ان هو يقتله. الجندي بتاعه رفض، وهو قال له انت ده امر عسكري، لو رفضته هقتلك. راح الجندي قتل نفسه. ايه ده؟ هو بسهوله كده؟ قال له انا يعني مستحيل اقتل القائد بتاعي وشرف العسكريه والجنديه بقى. خلاص انا كمان هقتل نفسي. تعمل لي فيها بتاع بقى. لا تجدع مني يعني. مارك انتوني هو كمان قتل نفسه. اصل السيف طويل يعني هو مش هيقدر يعمل كده. خلي بالك السيف بتاع الرومان ده زمان كان حاجه قد كده. لا والله انت بتشوف سيف الرومان ده كان صغير قوي. ده زي بتاع هركليز. هي السيف قد كده فعلا. اوكي مش حدوته يعني. لا مش السيف بقى. لازم يقربوا من بعض قوي هم بيحاربوا. عارف السيف الاوروبي اللي هو خاصه بتاع الصليبيين ده كان بيبقى سيف عملاق طويل قوي وعريض بس كان بيتكسر بسهوله. كان بيتكسر بسهوله. بس السيف بتاع الرومان ده كان صغنون. يعني حاجه كده اشبه بالساطور الكبير كده ولا حاجه. فبينتحر مارك أنتوني. والقصة الرسمية اللي أستاذ شادي عنده شكوك حواليها بتقول أن كليوباترا من مكانها العالي شافت الجنود وهم بيخرجوا جثمان مارك أنتوني، فما تحملتش وطلبت من الناس ان هم يوصلوا لها الجثمان عبر رافع، وقعدت تشد في السلك. حاجه كده كبيره جدا مأساوية، وهي اللي قعدت تشد في السلك. هي والخادمه بتاعتها يشدوا في السلك لغايه ما وصل لها وحضنته وهو بيموت ولفظ انفاسه الاخيره في حضن حبيبته. قصه حب النيله ب60 نيله يعني، ده الحب. وبعد كده هي بتقرر ان هي تنتحر بالسم الكبرى. في ناس بيقول شربت سم، وفي ناس بيقول جرحت نفسها وحطت في الجرح سم. دي اللقطه اللي هو قال لها انت بطلت تحبيني وبتاع. بطلت تحبيني وهربتي وسبتيني. هو اذا مش عارف ايه اللي يحصل، برد العالم مش عارف. قالت له انا لو بطلت احبك يبقى خلاص بقى خلي الدنيا على تقول على الدنيا السلام. بس انت بتقول حكايه الافعى ان هو جابت تعبان وخلته يعضها. الحته بقى اللي انا كنت عايز اقولها لك واحنا بنصور، ان اتوقع ان هي اتقتلت، ان هو لا في تعبان ولا في سم ولا في اي حاجه، هي اتقتلت. لانه بيقولوا يعني بيقال يعني ان اوكتافيوس شخصيته كانت اضعف من مارك انتوني، فكانوا اتباع اوكتافيوس خايفين لاوكتافيوس يقابل كليوباترا. كان هيجي سكه هو كمان. تخيل كان تخلف لنا من اوكتافيوس كمان. مش هتبقى عدت حد يعني، مفيش حد من يوليوس قيصر لغايه اوكتافيوس لغايه قسطنطين. هم كانوا خايفين عليه من تاثير كليوباترا، فبعتوا حد من عنده واحد من تبعه يعني، بعت حد خلص عليه. ما توقعش ان واحده بهذا القدر من الجمال والذكاء والطموح تنتحر علشان شافت حبيبها انتحر. بعدين ما كانتش الخساره دي، كانت خساره في معركه يعني، مش خساره حرب. هم كانوا لسه في عز الحرب، في عز المعمعة يعني. هي فقدت دولتها يعني. هي حرب اكتيوم ده هي كانت من البدايه معروف ان احنا هنا اول مره مصر البطلميه بتحارب الرومان. دايما مصر مثلا علاقتها بالرومان بتساندها في حليفين داخل بلد بيتصارعوا، فهي تساند حليف، تسانده بالمال. لكن ان روما تعلن الحرب على مصر، وخلي بالك زي ما قلنا في البدايه ان عقيده روما اصلا هو الغزو العسكري. هي دولة قايمة على التوسع، غير مصر ودول العالم القديم. يعني مصر في فترة من فترات عرفت الإمبراطورية، لكن حتى إمبراطورية مصر لو بصينا عليها إمبراطورية بسيطة بالنسبة لإمبراطوريات العالم يعني. أتمنى أبناء كيمت ما يزعلوش مننا، بس ده كان طبيعة العصر. حتى العراق بالإمبراطورية الأشورية العظيمة كانت إمبراطورية بسيطة وصغيرة. بعد كده مع الإغريق والرومان التوسع الرهيب ده. فأنا أعتقد أن كانت روما عندها من البداية خالص هدف أن هي تدخل مصر، لكن كانت ما زالت خايفة من مصر، أو حاسة مش مستعدين كفاية، أو لسه لم يحن الوقت. لكن كليوباترا أعتقد يعني أنا بشوف أن هي مع حكمها الذكي ده، لكن صعب أن إنسان
يلعب على كل الحبال في طول الوقت هيقع، لازم هيقع. بس يوصلها، يعني يوصل شخصيه زي دي ان هي تنهي حياتها بنفسها. انا ما يعني اقدرش دي اقول عندها حب بصراحه الحياه جبار جدا، بس هي ممكن تكون خايفه ان هي تؤسر وتذل في شوارع روما وتعدم. مش هيعملوا معاها زي ما عملوا مع اختها ارسنوي ويطلبوا الرحمه ليها، دي غيظاهم. طب ما فكرتش ليه؟ يعني ما نعرفش يعني طبعا، بس ما لكن فكرتش ليه في حاجه مثيره للشبهه هنا، هو الخطاب المزور اللي جه لمارك انتوني. مين اللي بعته؟ مين اللي بعته؟ وايه مصلحته لما ان كليوباترا انتحرت وهي ما انتحرتش؟ طب وايه مصلحه ان لو حد تبع اوكتافيوس عمل كل المسرحيه دي ما يقولش ان انا اللي عملتها وانا اللي خلصت عليهم؟ ده حتى نوع من انواع الفخر والقوه. يعني في اسئله كتير، أسئلة بس انا كتير. ما اتوقعش ان الشخصيه بهذه القوه وبهذه الفطنه. طب ما كانت ممكن تهرب وتروح عند ملك تاني وبطلقه لسانها وجمالها وبتاع انت عارف تلاقي لها مكان في حته تانية. معظم الدراسات اللي بتتناول والافلام الوثائقيه وكده اللي بتتناول قصه حياه كليوباترا دايما بيبقى اسمها ايه؟ لغز كليوباترا، السر وراء كليوباترا. هل كليوباترا مش عارف جميله ام دميمه؟ هل ضعيفه ام هي الست بكتر البروباجندا اللي عملتها في حياتها؟ البروباجندا بتاعتها مؤثره معانا لغايه دلوقتي. والبروباجندا اللي عملوها الرومان، لان الرومان عندنا شيشرون مثلا وده واحد عظيم يعني، لما قال عليها ان هي عاهره قيصر المصريه، للاسف جابت لنا الكلام بنت اللذينه. تفكير سطحي قوي ان هم ياخدوا كل الحكايه في سكه العهر بس. يعني لو هتقدر تتكلم من وجهه نظر سياسيه، هي استخدمت احدى مهاراتها في ان هي تخضع يعني تخضع الظروف اللي حواليها ليها طبعا. في حاجه بقى كريم انا عايز اسالك فيها برضو، اخد رايك يعني. ليه لما بييجوا يتكلموا على ملك، امبراطور، سلطان، ايا كان، يقول لك كيف كان حكمه وازاي كان رجل عادل او غير عادل، شاطر غير شاطر، مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن لما يجوا يتكلموا عن ست حكمت يقول لك كانت جميله ولا لا؟ يعني ليه بيحكم دايما على السيدات على جمالهم الخارجي، وانما الراجل بيحكم على ادائه؟ لان طبعا يعني ده الموضوع يعني ايه، بيلمس في فلسفه شويه وليه علاقه بالافكار، يعني نقدر نقول مش يساريه قوي بس ليه في اتجاه النسويه وكده. لان فعلا ان المراه لقرون طويله كان لا ينظر اليها كانسان كامل للاسف. يعني المراه في الفتره الاخيره يعني بدات تاخد حقوقها يعني الطبيعيه، لكن طول التاريخ كان بينظر ليها ان هي بتنجب اولاد وبتساعد في تربيه الابناء وبتساعد في المطبخ والاعمال المنزليه وفي الحقل حتى. يعني المراه كانت بتعمل، لكن بتعمل من اجل خدمه زوجها، من اجل خدمه الاسره، لكن المجد والتطلع والاحلام دايما كانوا من نصيب الراجل يعني. وده على فكره طول العصور القديمه. يعني في للاسف انا ده وجهه نظري، في ناس بتقول لك مصر القديمه عرفت ملكات وبتاع. احنا عندنا حتشبسوت الملكه المصريه كانت تتشبه بالرجال عشان يبقى ليها مصداقيه عند الناس. ده حقيقي. وعندنا اعتقد اسمها الملكه اروى، ملكه يمنيه، ممكن لو الذاكره لم تخني يعني، اتمنى لو حد يمني ما يزعلش مني لو كنت اتلخبطت في الاسم. لما مسكت حكم اليمن رفضت الزواج، وقالت ان هو يعني لا يصح لحاكم دوله ان هو يعني يبقى في السرير بيحصل فيه مش عارف ايه. فكان خيال دايما الانسان ان المراه لا تصلح، فلما توصل لمكان فهي مش بتوصل بالسكيلز الاساسيه بتاعتها، سكيلز كانسان، مهاراتها الشخصيه، السياسه، الرؤيه، اكيد بتوصل بطرق ملتويه. للاسف الفكره دي قعدت مسيطره كتير زي ما انت قلت. يعني محدش مثلا تناول مثلا هل الاسكندر كان امور، نابليون كان وسيم، محمد الفاتح كان شكله عامل ازاي، ايا كان غازي او سلطان او امبراطور يعني. حتى كليوباترا ما حدش بيركز قوي معاها في حته هل كان الحكم في وقتها مستتب، الامن مستتب، المحاصيل موجوده. احنا قلناها حتى بشكل عابر، احنا بنحكي قصتها وازاي وصلت للحكم. لكن المين كور الكونسبت بتاع انك تبقى حاكم ما بيتناقش في الستات، يعني ما بيتناقش بهذه الاهميه. حتى حتشبسوت دايما يصوروها عامله كده. نعم، وهي حتشبسوت فعلا هي يعني في تاريخها ليها المعاصرين بتوعها بيقولوا ان هي فعلا زي ما كنا بنقول بتتشبه بالرجال. يعني اصبحت خلاص يعني بتلبس لبس الرجاله، بتتكلم زي الرجاله عشان يتقبلوها كملكه. فحتى الافكار دي كانت موجوده في العالم القديم. الافكار دي في ناس كتير بتفتكر ان ده حصلت مثلا في القرن السابع والثامن والعاشر وال11. لا، الافكار دي قديمه جدا.
احنا مؤخرا يعني الحمد لله وصلنا كده، الانسان ترقى وقدر ان هو يشوف الامور. لكن ده ما كانش موجود. لا ده ما كانش موجود دايما زمان طبعا. بعد ما ماتت بقى ست كليوباترا. قول لي بقى، انت مذاكر الحته دي وعندك اه خبره فيها، انا مش عارف، انا عارف ان هي انتحرت ماتت. انا كنت قاعد بتفرج على ما اعرفش بقى حصل فيها ايه. على باحثة اسمها كاثلين مارتينيز. أوكي. واحدة من دومينيك، عاشت كرست حياتها، بس هي ايجيبتولوجيست طبعا في المقام الأول. كانت محامية وبعد كده سابت المحاماة وبقت ايجيبتولوجيست، يعني مش قصتنا. وتخصصت بقى ان هي ايه، بتحب كليوباترا. هي لقت ان كليوباترا دي ملهمة، الاميوز بتاعها، فابتدت تجري وراها وتشوف قصة حياتها وتدور هي فين. لان كليوباترا بعد ما ماتت زي ما انت قلت، سواء كانت بسم التعبان او حد قتلها، ما يعرفوش جثتها فين او اتدفنت فين. فقعدت تدور، حتى عندها فيلم وثائقي على اليوتيوب بتحكي يعني مصوره نفسها هي بتدور، وبيقول لك ان كان في، انت عارف طبعا اسكندريه دلوقتي مش اسكندريه بتاعت ايام كليوباترا. حصل زلازل وبتاع واسكندريه نزلت تحت البحر بالظبط. فكان في معبد الايسس، معبد الايزيس يعني، موجود 45 كيلو غرب اسكندريه، اللي هو ناحيه الساحل الشمالي تقريبا. كان اسمه تابوسايرس ماجنا. فدول 45 كيلو كده، ونزلوا قعدوا يدوروا. طبعا دوروا في اسكندريه عند ايه، اللهم صل على النبي، السواري، عند القلعه، تحت القلعه كده. ما لقوش حاجه. راحوا تابوسايرس على بعد 300 متر بره المعبد، لقوا حفره كده. لما نزلوا بقى لقوا فيها ايه، اثار ترجع لعصر كليوباترا. وهو اصلا المعبد كله كان موجود في عصر، اتبنى في عصر كليوباترا. المعبد نفسه. ولقوا كوينز بتاعت كليوباترا ومش عارف ايه، بس ما لقوش جثه كليوباترا نفسها. وبرضه كان بتدور بتقول يا اما هي مدفونه هنا، وهي يعني الاوت كام بتاعها ان هي كليوباترا كانت هنا، يا اما في معبد دندره اللي هو في هنا تحت. المعبد دندره ده اصلا البنيه هنا فوق، يعني قصدي تحت بالنسبه لنا احنا في القاهره. ابر ايجيبت، وهم فوق اهل الصعيد فوق، عشان اهل الصعيد حبايبنا ما يجيش يطخونا ولا احنا هنا بنصور في القاهره. فانا قصدي هنا بالنسبه لنا احنا تحتنا، بس هي الابر ايجيبت اللي هي فوق، اللي هي قصه طويله مش قصتنا. فمعبد دندره ده اصلا البنيه كان اخوها بطليموس 13. اوكي، الغريق الله يرحمه، ايزيس الله يرحمه. ف بيقول يعني يا اما اتدفنت هنا يا اما اتدفنت هنا، بس هي بترجح اكتر تابو سايرس. السؤال بقى يا شادي، مين اللي دفنها؟ ما اعرفش اللي قتلها بقى. يعني الرومان هم اللي دفنوها ولا الحاشيه بتاعتها؟ تقريبا لو الرومان كانوا رموها في اي حته، ولو الحاشيه بتاعتها هيبقوا من مصلحتهم ان هي تبقى في قبر مخفي عشان اعدائها ما ينتموش بالقبر بتاعها. بالظبط، فعشان كده احنا مش لاقيينها، فمش لاقيين قبرها فعلا. هي زي ما قلنا الست حياتها غموض في غموض، عاشت حياه يعني حافله بالاكشن والغموض. وانا مش فاهم فعلا زي ما انت قلت احنا ليه رغم ان على فكره في مسلسل اتعمل عنها. والله اسمه ايه؟ اسمه كليوباترا، مسلسل مصري بس يعني ما نجحش قوي يعني. مش هنجيب كانوا جايبين سلافة وخرج هي البطله. والله هي تمشي بصراحه تمشي زي القمر. تحيه قوي كبيره قوي لسلافة وخرج. بس يا سيدي هي دي بقى قصه كليوباترا. وبمقتل كليوباترا انتهى حكم البطالمه لمصر، واصبحت مصر ولايه رومانيه. وفضلنا ولايه رومانيه ويعذبوا في اللي جابونا لغايه ما جم العرب المسلمين الفاتحون. الناس بتزعل اول فتح عربي يقول ده فتح اسلامي، نقول لهم فتح اسلامي يقول ده فتح عربي، فنقول عليه الفتح العربي الاسلامي كل حاجه. لغايه ما جم بقى اهلا وسهلا بيهم بتوع كلمه هيزعل. كل اي حد يقول اي حاجه حد هيقفشها وهيزعل لغايه ما مصر يعني ما بقتش رومانيه في الاخر. الدخول العربي الاسلامي لمصر، دخول عمرو مش مهم فتح ولا مش فتح. فتح اسلامي، فتح عربي، فتح غزو. هم الناس دخلت وقعدنا ومشوا الرومان. بس خلاص كده. وتوته فرغة الحدوته. حلوه مش ملتوته اكيد. حلوه ان شاء الله. كليوباترا ملكه ملهمه وعظيمه وجميله، حتى لو هتختلفوا او تتفقوا معانا، فهي امراه ناجحه مش كسوله، ساعد دايما ان هي تحقق احلامها وطموحها في الحياه. كانت حلقه جميله قوي كالعاده كريم. شكرا جدا يا شادي، يعني فرحت والله ان انا موجود معاك زي العاده. الله يخليك. شكرا. نشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش سبسكرايب ولايك واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم، ونشوفكم الحلقه الجايه. مع السلامه.